السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بحبكم في الله يا حبايب قلبي. ربنا يا رب يبارك لي فيكم وما يحرمنيش منكم ولا من تعليقاتكم اللي زي العسل ولا من لايكاتكم اللي بترفع القناة جدا جدا. بشكركم كلكم وبشكر كل اللي بيتابعني من داخل مصر ومن خارج مصر على دماغكم كلكم يا حبايب قلبي. النهارده بقى هنعمل أكلة سهلة وبسيطة وسبايسي جدا 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 جدا. أنا حاطة فيها قرن شطة فلفل حامي، يعني اللي هياكل معلقة وداعا هياكل المكرونة خالص. يلا كده قربوا كده من غير كلام كتير، هنشوف الطريقه والمقادير يا حبايب قلبي. مقاديرنا بقى بتقول ايه معايا كده؟ انا ايه، بصوا يعني هما 3 كبدات و3 قوانص، ومعايا صلصه بس صلصه بصل، ومعايا بقى فلفل الوان هنا كده زي ما انتم شايفين مخرجاه من الفريزر لسه متلجه. قربوا لهم الكاميرا كده عشان يشوفوه. ومعايا يعني طماطمايه شايله منها اللي في قلبها، شايله منها القلب بتاعها ومخرطاه. ومعايا بقى الفلفل ده حامي جدا 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 لان اكلتنا النهارده سبايسي جدا جدا. وهعمل ايه ونسمي الله الرحمن ايه، حوالي ربع كيلو كبد وقوانص. هفرمها بقى، نعمل النهارده مكرونه سباكيتي بالكبد والقوانص زي اللحمه المفرومه بالظبط. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفيشه انا فرمت الكبد والقوانص زي ما انتم شايفين كده. الكبد هنولع بقى تعالى على النار كده. طاسه بقى فيها زبده، سيبها تقدح بس كده الاول عشان انزل بيها. تكون طاسه سخنه قوي كده بالزبده كده. مسلوق سلقاه، مكرونه سباكيتي سلقاه مفيهاش اي حاجه. السمنه حته الزبده كده قدحت بقى زي الفل. طاسه سخنه. بسم الله بقى انزل بقى ايه، بدل ما هعملها باللحمه المفرومه هعملها بالكبد والقوانص زي ما انتوا شايفين كده. هجيب يعني اللي ملوش في السبايسي بقى ما ياكلش. توابل كده فراخ زي ما انتوا شايفين. انزل كده الله الريحه، سن الكزبره، توم بودره مش كتير يعني، بصل بودر. الله الله الله. دلوقتي بصوا الفلفل متلج اهو خرجان من الفريزر باين. هنزل بالفلفل قطع صغيره، قطع الطماطم كده شايله من القلب بتاعها. ومش هنزل بكل كميه الفلفل الحامي ده لان مش هياكلوا المكرونه. بصوا انا نزلت يعني حاجه بسيطه خالص. ما تتذكرش ان الفلفل ده يا جماعه فلفل من الصغير الفلاحي الحراق، فلفل حامي جدا جدا. ريحته بس وانا بخرطه قعدت اعطس نص ساعه. بصوا هنعمل بقى مكرونه، وانا عشان ما فيش لحمه مفرومه مش هناكل مكرونه سباكيتي باللحمه المفرومه. احنا فرمناها في الا الحته دي بس، فرمناها في الكبه. بصوا طلعت عامله ازاي متكبه زي اللحمه. والله العظيم ما تفرقيها عن اللحمه. قربي لهم كده ووريها، ما تفرقهاش. اعملي زوم كده وقربي لهم، ما تفرقهاش عن ريحتها جميله. ولك بتقول ريحتها جميله حرقه قوي، حرقه عشان الفلفل. صلوا على النبي يا جماعه. ده هعمل لكم عليها تحدي ان شاء الله. هعمل لكم عليها تحدي. استنونا يا جماعه بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله استنونا بقى ان شاء الله يا جماعه كده في تحدي كده بقى. بكره المكرونه دي انا هعمله النهارده الفيديو وهنزله بكره ان شاء الله. نعيشنا وخلينا عمر لان خلاص شويه والكهرباء ايه. انا مش قادره اقول لكم انا عايزه اعطس قد ايه. انا عارفه من ريحه الفلفل الحامي. ودي تسبيكه اهي ببصله اهي. هنسمي الله وننزل بقى عليها كده. شايف شمع ملك جميلة. الله على الجمال. بس انا عايزه اعطس مش اكتر مني. يعني هنعمل بقى تحدي النهارده على المكرونه العسل. حرام دي انا اكلها ازاي؟ هتاكليها زي ما تاكليها. ما هو لازم يبقى ايه. انا عشان كده مش عامله مش هدخل مع بعض كده ايه. نحط مكعب مرق ونظبط الملح بتاعنا. كسره بس كده اهو. نظبط بقى الملح بالراحه عشان احنا حاطين ايه، مرق الدجاج. والتسبيكه ده اصلا متسبكه فيها ملح. ماشي. حبه فلفل اسود بقى. يا نهار ابيض على الجمال. ولا احط بابريكا بقى. بصوا المكرونه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا يعني عايزه بس اوريهم. بصوا قد ايه هي مفرفره. بصوا اهي مكرونه بقى تحفه. لا هياكل بقى معلقه يعني مش عارفه. ربنا يستر عليه. مش عارفه ايه اللي هيجرى. تمام. هنطفي النار والمكرونه. هتفضل المكرونه عليها ولا هي على المكرونه؟ لا انا شغال. انا ممكن افضل المكرونه عليها واقلبها كلها على بعضها كده واقلبها. بس انا مش هعمل كشان طبعا احنا هنعمل تحدي النهارده على المكرونه الحراقه دي النهارده. فطبعا مش اقول لك هتعملها ازاي. تحط حبه في طبق وتحط عليهم صح.
فانا هعمل ايه دلوقتي الله عليك. عشان بقت المكرونه اللي تتبقى كتير ده. ما تبص. لا مش كتير، مش كتير بعد اللي انتوا هتشوفوه. ده انتوا هتشوفوا ايام سود. بالراحة. بالراحه. ده انا مناخيري ثابت يا جماعه، مناخيري ثابت بس من الريحه. بصوا بقى، بصوا بقى الجمال. بذنكم تفرقوها عن بس اكنها انا كنت عايزاها مكرونة حمرا. اكنها باللحمه المفرومه. بصوا اهو، بكتر لك الصوص عشان عارفه انت بتحبي لا اساسا انا ما بحبش الحراق اصلا. لا 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 لا، شايفين الطبق وجماله اهو. انا كده في التاني. يعني باكل شيبس بالحراق بموت. عشان بتجيب كده انا شطة؟ ايه، هطلع رحمه من التحدي ده، عشان طبعا مش هتقدر خالص تخلص إيه، تاكل حتى ربع معلقه وهي ضروسها وجعاها اصلا واسنانها كلها بايظه، فمش هينفع ان هي ايه تدخل التحدي الحراق ده معانا. يعني المكرونه اللي باللحمه، مش اللي شفته اقول ده باللحمه. اه. بصوا انا مكتره الصوص برضو ليه، عشان ما تقوليش يا ماما اشمعنى الطبق اللي هيعجبك برضو خديه اهو. شايفه الجمال؟ شايفة. بالله عليكي ما استاهلش لايك، تستاهل. وحياة حبيبنا النبي لا تصلي على النبي قبل اي حاجه. وما تنسوش اللايك يا جماعه للفيديو، بالله عليك اللايك بيرفع القناه جدا جدا جدا. بصوا والله اللي يشوف يقول ده مكرونه باللحمه المفرومه. بصوا اهو سهله وبسيطه وما خدتش مننا. انا عامله طبق طماطم هنا، مش حاطه على الطماطم دي ولا شطه ولا فلفل ولا كمون ولا توم ولا حتى ملح. ليه انا حاطاها؟ عشان يبردوا بيها. يعني انا سايباها لهم كده، بصوا معلهاش اي حاجه خالص اهي، عشان بس ياكلوا معلقه المكرونه كده الحراقه دي ويلاقوا حاجه يبردوا بيها، عشان ما يبقاش مفتري. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ اتمنى من الله كده، واتمنى من حبايب قلبي اخواتي وروحي وعقلي ان هم يدعموني كده عشان خاطر تكبر يا حبايب قلبي. اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد.